الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على آله وأصحابه أجمعين. الإنسان عندما يتعرف ويتحقق من طريق الهداية من طريق النجاة، وذلك بالتعرف على صفاته وعلامات الفرقة أهل السنة ويرسخ في هذا، فإنه تعرف الفرق الهالكة ولا يلزم أن يتعرف عليها جميعا، وإنما حقيقة هذه الفرق الضالة الهالكة كما قال سبحانه وتعالى: تشابهت قلوبهم، قد فصلنا الآيات لقوم يوقنون، أو قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إذن الفرق الهالكة وبالذات الخارجة عن الإسلام تشابهت قلوبهم. نعم، الفرق الهالكة هناك لها عدة اتجاهات، منها الاتجاه مثلا العقلاني التنويري، ويتزعم ذلك العلمانيين وأهل التغريب وأهل الاستشراق والليبرالية الغالين والمتعصبين. وأيضا كذلك من الفرق الهالكة الخارجة عن الإسلام أيضا بارك الله فيكم الفرق التي أوغلت في الأمور الروحية وأوغلت في الغلو في الأشخاص وفي تقديس أئمتها ومؤسسيها حتى وصلت إلى الزندقة. ومن ذلك في القديم غلاة الصوفية، حيث أنهم غلوا في أشياخهم حتى جعلوا للشيخ منزلة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أو مساوية لمنزلة ومرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تمادى بهم الأمر حتى جعلوا أشياخهم هم الله، أو أن الذات الإلهية قد حلت في أشياخهم، كما هو مذهب ابن عربي الحلول والاتحاد. نعم، الحلول والاتحاد، ابن عربي والحلاج وابن سبعين والتلمساني وغيرهم. كل هؤلاء من الملحدين الذين غلوا في التصوف حتى جعلوا أنفسهم الله، أو أن الله قد حل فيهم، تعالى الله عن قولهم. ومن ذلك أيضا عقيدة ابن عربي أنه يرى أن التوحيد هو الشرك، التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل هو، ويقول ليعبد الله كل إنسان بحسب اجتهاده. كل الديانات السماوية كلها صحيحة، وكل الديانات الأرضية كذلك صحيحة، ولا يمكن أن يحصل لك يا فلان التنوير وأن تكون متفتحا وأن تكون أيضا ملما وأن تدرك الحقائق على ما حتى تؤمن بجميع الديانات السماوية وأنها باقية إلى قيام الساعة، وتؤمن بجميع الديانات الأرضية والمذاهب والفرق، واعبد الله على هواك وستصل إلى الله بالطريق الذي تريده. كذلك غير غلاة الصوفية أيضا عندك غلاة الشيعة رافضة، هؤلاء أيضا غلوا في أشياخهم وغلوا كذلك في أئمة آل البيت حتى جعلوهم أيضا آلهة، يعلمون الغيب وأنهم لا يخطئون وأنهم معصومون وأنهم يدخلون الجنة من شاءوا والغلو بعينه. ثم جاءت فرق حقيقة التي غلت في الجانب هذا الروحي وجانب تقديس الأئمة المتبوعين، كما قال الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول هؤلاء التابعين يقولون إيش؟ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم